أعرف إنك جائع أيها البعتيتي، كل لم يتبقى لنا سوى بعضنا البعض، قد خذلونا كلهم. بسم الله. يا بعتيتي، هيا يا بعتيتي، ماذا؟ نار على ماذا الكلام؟ ما تحاسب يا عم. هل تبرت من ماذا؟ بس ما تكتب الكرسي في دماغك. اذهب. انا اللي اذهب. انت اكلت وانا لم اكل الى الان. ما هذه الرائحه؟ هيا بعتيتي، اذهب الى هذه الرائحه بسرعه. قف هنا، قف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي، لماذا ملتوت؟ من الذي لدته؟ ملتوت يا فندم يعني فطير باللغة الهيروغليفية. هيروغليفية؟ وهل أنت هيروغليفي؟ وهل أنتم محنكين أم جدد في الهيروغليفية؟ محنكين جدا يا فندم، احنا لسه فاتحين جديد بس الاستاف كله محنك، حتى الشيف ده محنك. ايه محنك دي؟ طبعا الراجل ده زعل. انا محنك. ماذا تقترح علي؟ وحوش بطني تزقر. احنا عندنا بيتزا نابولي مميزين جدا فيها، ايه رايك تجربها؟ مميزين؟ محنكين فيها يا شيف. خلي بالك دي بيتزا نابولي ايطاليه وبتتخمر في 72 ساعه. لماذا صديقي؟ هل تأتي من إيطاليا مش؟ خفيفة على المعدة ولذيذة جدا. زي النابولي مطرشة. وهذا الملتوت ما الذي بداخله؟ هذا رول فطير بداخله سماش برجر. البرجر المهشم أخذ الفطير في بؤرة أخرى. ومن هذا الصغير؟ ده الميني حواوشي اختراع ملتوت. وهل يعرف أهله أنه يعمل في هذا العمر؟ لا احنا مخبيين عليه. أتعرفين أيتها الملكة؟ بارعين جدا في هذا الفطير. فحم المقدد هذا طرشل طرشل. أشعر بالتخمة. جرب الحلو بقى. حسنا. اتمنى يكون الاكل عجب حضرتك. في ملتوت هنا اسكندريه، كان بشيزار شارع بورسعيد، عشان نغير مفهوم الاسكندرانيه عن الاكل. حضرتك هتطلب ايه بقى من الحاجات اللي انت جربتها؟ انظر العصفوره.